السلام عليكم، عاملين ايه؟ صباح الفل عليكم، يا رب تكونوا بخير. صباح الخير قبل الظهر. احنا دلوقتي الساعة 12. تعالوا كده نشوف يومنا عامل ازاي وعملنا افطار ايه بقى، عشان عمة البنات بايته معانا من امبارح، وكمان رحنا سهرنا بره. فاخدت لكم لقطات كده مع الروتين بتاع البيت، فان شاء الله يعجبكم يا رب العالمين. فيلا بينا نشوف يومنا عامل ازاي. عملت وصفة كده جديدة، فالمهم تعالوا كده نشوفوا ايه فطرت ايه الصبح كده. طبعا حطيت كده اهو، بصوا حبة زيت صغيرين من زيت الزيتون، وهمشيها كده في الطاسة شوية. فبعد كده بقى ايه هحط عليها التوستية دي كده، هشوحها يعني تدي شوية قرمشة معايا، او ممكن تحطيها في القلاية تتحمص معاكي. بس انا حبيت احطها كده على البوتاجاز بقى، بحيث ان هي تبقى طرية من جوه، بس تبقى ايه ما تيجي تاكلي كده تبقى في حتة قرمشة. فقعدت اجيبها بقى شمال ويمين كده اهو لغايه لما ايه تتحمص وكده اهوت. صراحه اكله جميله. اول مره اجربها، يعني يمكن كنت باكلها عادي بس ما حطيتش عليها المكون اللي انا حطيته دوت. اول مره هدوقه معاكم، فهتشوفوا ايه هو يعني. وكمان من اللي شجعني ان انا اعمل الاكله الحلوه دي، اغرتني الصراحه، يعني اغريت، يعني اول ما شفتها كده جالي حاله اغراء. وانا جعانه فقلت اقوم اعملها، وهي سهله وكده يعني. فالمهم كده بعد ما حمصنا ايه الرغيف كده هو، طبعا هحط نقطة زيت تاني لان زيت الزيتون اتشرب في التوستاية. هحط بردك كده بسيط، وهقوم جايبة بقى ايه مقطعة شرايح طماطم كده، هشوحها نفس الحكاية. طبعا بقى ايه لو عندك اي جرجير، عايزة تحطي خيار براحتك يعني. فالمهم شوحتها كده شمال ويمين الطماطم، وهبتدي ان انا اقلبها يا دوب بس كده تاخد تشويحه. بعد كده ايه هنبتدي نعمل السندوتش الجبار بتاعي، يعني طعمه حلو قوي. اول مره ادوق الوصفه المكون دوت معاه، فكان عجبني الصراحه. هنا الطماطميه وقعت، يعني هطلعها ما تخافوش. طلعتها كده وخلاص كده اهو. هبتدي ان انا احطه في طبق صغير كده عشان نعمل ايه الساندوتش الجميل بتاعي. يلا بينا نروح على الرخامه ونشوف عملنا ايه. بصوا بقى يا حبايب قلبي، ده كده بيستو كانت جايبهولي ام عبد الله اهو، ده شكله. فالمهم كده هو بقى اخدت منه كده معلقه، وهبتدي بقى ايه احطها. الصراحه البيستو دوت انا نسيت اقول لكم المكونات بتاعته ايه يا جماعه. فانا هقول لكم دلوقتي المكون البيستو دوت عباره عن ايه. ده عباره كده يا جماعه عن ريحان، وكمان صنوبر وبرمجان، وعليه زيت زيتون، وفي توم وملح وفلفل اسمر. تمام. فانا بقى ايه فضيت كده اهوت معلقه وعملته كده في الساندوتش كله. بعد كده اي نوع جبنه عندك بقى، جبنه بيضه، جبنه حلوم، اي نوع جبنه تقدري ان انت تحطيها. انا كان عندي جبنه كيري فحطيتها كده اهوت عليها، وهبتدي ان انا برضك ايه انا يعني افردها كده. تمام. لغايه لما ايه احطها كده كلها. فاي نوع جبنه ممكن تضيفيه، يعني مش لازم الجبنه الكيري ديت. بعد كده بقى ايه هنجيب الطماطم اللي احنا شوحناها كده. طبعا عندك جرجير، عندك اي اضافات تانية، خيار ممكن تحطيها. انا اللي كان متوفر عندي دولت فانا حطيته. طلع الصراحة سندوتش جبار يا جماعة، يعني انا ايه حلو كده وجميل، اول مرة ادوقه فعجبني جدا. فتعالوا بقى ايه نفطر سوا مع بعضينا، يلا بينا واقول لكم رأيي في السندوتش. بس قبل ما اقول رأيي في السندوتش لازم حاجة تبلع بيها. عملت بقى ايه، كان عندي كرك فغليته كده اهوت، وهبتدي ان انا افضي بقى الكرك بتاعي كده في الكوباية. وهنجيب طبعا كنت مسخنة الكاتل بتاعي، نجيب بقى الكاتل بتاعنا كده ونصب ايه الكرك بتاعي. بحبه قوي، يعني انا الصراحه مش بشربه كل يوم، عشان في ناس بيقولك ده بيتخن وبيعمل. انا مشربوش كل يوم، انا كل ما نفسي تهفني عليه اعمل لي كوبايه. هو بقعد كتير عقبال ما بخلصها، بس تمام يعني احسن من ما فيش. افطروا معايا كده، عامله سندوتش بيستو بالجبنه وعليه طماطم. بس انتوا لو عندكم جرجير تقدروا تحطوا عليه شويه جرجير من فوق، بس انا ما كانش عندي صراحه. ايه الوصفه دي شهتني فيها ام عبد الله، فهي كانت عاملاها فعجبتني، قلت لها اقوم اعملها. فانا عملتها كده، وعملت جنبيها كوبايه كرك زي ما انتم شايفين. الحمد لله خدت علاجي من نص ساعه،
وخلاص جعت بقى مش قادره، فهي اغرتني بالساندوتش اللي وريتهولي، فانا قلت اعمل لي واحد كده وافطر بيه، بس من غير جرجير بقى معلش. بس انتوا لو عندكم جرجير تقدروا تعملوه. بسم الله. اول مره بدوق معاكم البيستو ده، ملك اكلت منه مع المكرونه، بس انا ما اكلتش منه قبل كده، فهو طعمه حلو. يلا هفطر ونشوف هنعمل ايه النهارده. دلوقتي دخلت وطلعت، بس عشان ايه؟ كان في حد يعني كده. فتعالي بقى عشان اوريكي المفاجاه. امشي. عامله لي اكل. عامله اكل. يلا ومسخناه كمان. تعالي. اوه ماي جاد، كنت رديتي عليا. او ماي جاد، ده مش مرتاحه لك يا اختك، بعتت لك ولا ايه؟ جبتوها امتى؟ ايه رايك؟ الله سرحها. اهي عشان ما تزهقنيش بالمرايه بتاعتك، كل شويه داخله مرايتي داخله على مرايتي. لا انتوا جددتوا السرير ولا؟ ايه رايك؟ حلو قوي. ده مش سريرك، ده سرير كبير. انت مش ملاحظه ان ده اكبر من بتاعك؟ ايه ده؟ استني، انت غيرتي المرتبه؟ انا غيرت المرتبه وغيرت السرير. او ماي جاد، اصلا هنام براحتي هبرطع. انا جايباه عشان لما يجي زي اسماء كده جت، بسمله جت تنام جنبك. ايه عشان هبرطع انا كمان. ماشي، بطلعي براحتك بقى، ما كنتش في حد. حبيبتي في هديه كمان جايه لك كده. هديه تاني؟ ايه مش دلوقتي بقى، خليها مفاجاه. لا ما تجيش تقولي لي في هديه. لا خليها مفاجاه. المهم، عجبك السرير الجديد؟ ميرسي. ربنا يخليك ربنا يخليك. يا ريت تحافظي على البيت وتحافظي على الرسمه اللي انا عاملاها دي. هي الصراحه شطوره رحمه، بتحافظي على اوضتها. لا مش للدرجه يعني، بس الا الهدوم. انا الهدوم هي بقرفاني في الهدوم، تحب تنعكش. بحب البس كتير. تقعد تقلع وتلبس. يلا ما علينا. مبروك. زي ما انتم شايفين كده بقى، كان عندي غسيل ما شاء الله يعني، فانا قلت اخلص غسيلي قبل ما، طبعا مكان الغسيل ده انا منشراه قبل ما عمة البنات ما تيجي، فقلت بقى اعمله كده على طول. فانا صاحيه من بدري يعني، قلت اخلص بقى ترويق وكده، وشلت بقى الحاجات بتاعه المفارش ديت بتاعه البيت علشان تبقى الدنيا رايقه معايا. فقلت بقى اغسلها من ساعه العيد وهي مفروشه، فانا قلت بقى انضف كده البيت واحده واحده واظبطه علشان يبقى الحياه كده فل الفل. فغسيلي ما شاء الله بقى في مفارش بقى والملايات، وشلت كمان الستاره. قلت اغسلها واحده واحده. بعد كده بقى ان شاء الله الغسله الجايه نشيل الفرش بتاع الانتريه ونمسح بقى الارض كده وننظف بيتنا بقى ان شاء الله واحده واحده باذن الله تعالى. بس قلت بقى نبتدي بالمفارش الاول والستاير، يعني حاجه في حاجه كده، علشان برضك ما نبهدلش نفسنا، ويبقى اليوم بتاعنا ما يبقاش متعب. بس كان يوم حلو. عملت لهم مكرونه، وقلت بقى اكل سريع. عملت مكرونه، عملت لهم لحمه بفتيك علشان نتغدى بيها. وكمان بقى كانت عمة البنات كانت زهقانه ومخنوقه كده، فقلت لها تعالي نتمشوا اخر النهار. قالت لي يا ريت انا مخنوقه قوي وزهقانه من بيت لبيت. فانا قلت لها ايوه يلا بينا نخرج. فانا خرجت على حسها الصراحه، بقالي فتره انا كمان ما بخرجش وزهقانه، وقلنا خلاص بقى نطلع نغير جو مع بعض ونقعد كده قعده حلوه ان شاء الله تعجبكم باذن الله تعالى. الجو ما شاء الله النهارده كان حلو زي ما انتم شايفين كده، الهوا بيطير الستاره. لو فاكرين الستاره دي كانت الستاره بتاعه المحل اللي كنا مأجرينه زمان من كام سنه، من سنتين يعني. فالمهم كده عشان احنا في الصيف وكده اهوت، فانا قلت احطها كده في الصيف ان الجو يعني هيبقى حر كده والمشمع بيبقى تقيل. بس حطيت بس في الجنب ده، لكن الجنب التاني حطيت المشمع عادي. فالمهم كده اهوت بقى بظبط كده الستاره بتاعتي، واكمل بقيه الغسيل بتاعي دوت. وهوريكم كده بقى الجو عامل ازاي، والشمس ما شاء الله طالعه. بس يا رب يكون كده طول اليوم، يعني ما يبقاش بس في الفتره بتاعت الصبح بس، يعني الهوا والحاجات الحلوه دي فتره الصبح. كان يوم حلو قوي وقضيناه بره، كان جميل جدا ما شاء الله. بعد ما خلصت كده تنشير زي ما انتم شايفين كده غسيلي، جو ما شاء الله النهارده حلو اهي، الشمس طالعه. بس يا رب الهوا اللي انا شايفينه ده معايا يفضل طول اليوم.
ما شاء الله يعني. فالجو حلو. تعالوا بقى نشوفوا عملنا فطار ايه عشان عمة البنات عندي، وتعالوا نشوف عملنا فطار ايه مع بعض. يلا بينا. تعالوا اتفضلوا معانا يا جماعه. ده كده الفطار بتاعنا زي ما انتم شايفين كده. وطبعا بقى عمة البنات والبنات كلهم موجودين عندي، فعملنا الفطار الحلو ده. اتفضلوا معانا. نعم. فبقى من حظهم الحلو ان انا كان عندي بقى ايه واحده اناناسيه زي ما انتم شايفينها كده او شماميه يعني، وكان عندي كمان بطيخ. فطلعت بقى الحاجات اللي كانت في التلاجة وفطرنا كده فطار حلو. كنا بقى عند هبه قبلها بيوم كده، كان صراحه عازمانا على اكل جميل كده زي ما انتم شايفين ما شاء الله يعني. الاكل كان تحفه وكنت فرحانه بقى. وانا هوريكم دلوقتي الاكل بتاعي كان قد ايه واكلت قد ايه. وكنا فرحانين بقى. هي عامله التشريفه دي كلها عشان بكار بقى اجيب السلامه، وطلب منها المكرونه النجريسكو. فاحنا بقى ايه عملت بقى الاكل. المكرونه النجريسكو كانت تحفه يا بنات، كانت جميله جدا. وكمان بقى عامله لحم بتاع فراخ مشويه وعامله كفته وكان الاكل كله كان جميل الصراحه. بس اللي يقدر يعني بالنسبه لنا اللي اقدر اكل. وكانت عامله شوربه مشروم بالفراخ كانت تحفه، كانت جميله جدا. والطحينه الاكل كله الصراحه كانت عاملاه تحفه تحفه يعني. ربنا يديها الصحه والوقفه، يديها الصحه والوقفه، يديها الصحه والعافيه وعلى وقفتها وتعبها معانا الصراحه. فالمهم كده هو بقى ايه، هي بقى قعدت تحضر لنا وتعمل لنا الاكل الجميل ده. وحودة طلع هو اللي كان بيشوي بقى ايه في البلكونة. طبعا هتشوفوا الفيديو ده عند هبة ان شاء الله. وكان يوم جميل كده وقضيناه حلو قوي. وختمت بقى ايه بالحلو اللي عملته الجميل ده. عملت بقى كيكه كده نص شوكولاته ونص بيضه. وعملت كمان ايه ده، انا ما اكلتش انا جيلي، انا نسيت ما اكلتش جيلي انا يا هبه انا زعلانه انا اكلت جيلي. بس كانت عامله كل حاجه جميله كده وتحفه. والكب كيك ده كان جميل جدا جدا، اكلت منه حلو قوي. تعالوا بقى اوريكم الاكلات اللي انا اكلتها يا دوب يا دوب يعني. تعالوا اوريكم اكلت قد ايه من الاكل اللي هي بعمله. بصوا يا جماعه، ده كده كان حطيت طبعا ايه معلقتين مكرونه نجريسكو كفتايه ودبوس. تمام. فانا بقى ايه قعدت اكل فيه يعني، قلت اكل واوريكم اللي كلته بقى. المهم بعد ما اكلت ايه قلت خلاص اريح شويه عشان معدتي. ففضل الطبق ده يعني هما ما شاء الله بقى يعني. انا طول ما هما قاعدين انا عماله اكل في الطبق دوت واريح شويه واكل شويه زي ما انتم شايفين كده. طبعا اللي انا اكلته هوريكم اللي انا الحتت بقى اللي انا اكلتها عامله ازاي. طبعا ما اكلتش لغايه لما الحمد لله ما قدرتش اكل الفراخ زي ما انتم شايفين كده. حتى برضك اللي في النجريسكو شلت القطع الفراخ اللي كانت موجوده، يا دوب خدت حته الفرخه وحته من النسيله من ديت. وكان ده كان الاكل بتاعي. تعالوا بقى اوريكم الفسحه اللي اتفسحناها بالليل. بصوا يا جماعه احنا كده قاعدين قرش البحر. يعني يا بنات محدش شايف حاجه. بصوا يا جماعه ما شاء الله الهلال والنجمه عاملين ازاي، شكلهم تحفه. وهم بقى نازلين كده اهوت يعني. هم قريبين من البحر على فكره، يمكن هنا مش باين قوي بس هم قريبين من البحر. سبحان الله يعني، سبحان الخالق يعني. منظر شكله تحفه قوي. كده يا جماعه احنا خرجنا خلاص من المكان. مكان صراحه حلو قوي. بصوا عاملين كده ديكوريشن حلو يعني. يا عمة البنات والعيال طبعا قدامنا. بصي يا صاحبي الله. بصي عاملين ايه يا جماعه. مش عايزين تصوروا هنا؟ عايز تصوروا هنا. حلو الفكرة. كوتشات بقى وكده. في فيلل هنا كمان. مكان حلو الصراحة. هو ده اسمه ايه؟ ميكا. ده ميكا كافيه على فكرة يا جماعة. ده ميكا كافيه. يلا احنا نروح نركب بقى عشان نروح. بصوا عاملين الحاجات دي ازاي.